السلام عليكم، وحلقة جديدة مع العمدة وكلمتين بس بخصوص ماتش امبارح واقفين في زوري. بص يا نجم، انت وهو اي حد زملكاوي عايز يشبه خروج الاهلي من المصرية للاتصالات بخروج الزمالك من بني عبيد في 2008 2009 من كاس مصر، لا، عمرهم ما هيتساووا. هقول لك ليه، بس مش دلوقتي، هقول لك ليه في اخر الفيديو. انما انا كلمتين دلوقتي للناس الاهلاويه اللي مش شايفين ان في مشكله ان احنا خرجنا من المصرية للاتصالات. لا، في مشكله كبيره جدا. انت كده عندك مشكله. يعني انا مش عايز اقول لك ان انا ممكن اشكك في اهلاويتك لو انت مش متضايق او مش مخنوق بسبب الموضوع ده. لا، انت كده في مشكله عندك، فيا ريت تعيد وجهه نظرك. انت ما كنتش بتلعب بالناشئين، انت كنت بتلعب بالفريق التاني. تمام، اللي لو لعبت بالناشئين واتغلبت انا معاك، ما نتضايقش. انما انت كنت بتلعب بالناس الاحتياطي، الناس اللي المفروض هيبقوا موجودين في التشكيل الاساسي في اي وقت لو حصل عندك اصابه، حصل عندك غياب، زي الغياب اللي احنا اللاعيبه الاساسيه مع المنتخب. فبالتالي انت بتلعب بالناس اللي ما راحتش المنتخب. عند طاهر محمد طاهر، عندك حسين الشحات، عندك جراديشار اجنبي، عندك اشرف داري اجنبي، عندك احمد رضا، عندك محمد شكري. ناس كلها المفروض ان هي تبقى في التشكيله الاساسيه. فانت عندك مشكله مع اللعيبه دي. تمام. الناس بقى الزملكاويه اللي بيقول لك اديكوا اهو خرجتوا من دور 32 من كاس مصر زي ما احنا خرجنا. تعالى يا نجم النجوم، انا بلعب بالفريق التاني او بلعب بالاحتياطي. انت كنت تلعب بمين قصاد بني عبيد؟ انت كنت تلعب بالفريق الاساسي بتاعك كله: عبد الواحد السيد، فتح الله، هاني سعيد، احمد غانم سلطان، احمد مجدي، احمد عبد الرؤوف، شيكابالا، نزل جمال حمزه، احمد المرغني. يعني انت كنت بتلعب بالفريق الاساسي بتاعك. انت كنت عبد الحليم علي تقريبا لو ما خانتنيش الذاكره. فانت كنت بتلعب بالتشكيله الاساسيه بتاعتك. انما انا بلعب مفيش حد عندي اساسي من الموجودين كلهم بلا استثناء بيقعدوا دكه. تمام، اللهم ان طاهر لو موجود في الفورمه بيلعب شويه اساسي وشويه احتياطي. فاهمني؟ وانا مش عاجبني الموضوع وانا عايزهم يمشي. فانا يعني عمر ما الكفتين هيتساووا. تمام يا نجم النجوم. واحب اقول لك ان من الاخر العمده بيقدم محتوى فاخر.